كاف حددت تاريخ وموعد الإعلان عن هوية البلد الذي يحتضن كان 2025. البلد هو مصر. التاريخ منتصف شهر فبراير. تداولنا في الأيام القليلة السابقة حول إمكانية أن يكون هذا القرار من أرض البلد الجار في وقت نهائيات أو موندياليتو كأس العالم للأندية. الكاف عن طريق الأذرع الإعلامية تم تسريب هذا الخبر يقول أن الكاف ستحدد هذه أو هوية البلد المحتضن في شهر فبراير، منتصف شهر فبراير، وفي بلد اسمه مصر الحبيبة. تداعيات ودلالات هذا التغيير رفيق؟ لا، أولا أعتقد أن الكاف وجدت نفسها مضطرة في حرج كبير بسبب ما قام به الاتحاد المغربي لكرة القدم. لا أقول بسبب الخلاف بين الاتحاد الجزائري والاتحاد المغربي أو الخلاف بين الجزائر والمغرب، أقول بسبب المغرب. لماذا؟ حجج بالناقل الرسمي والخطوط الملكية المغربية على أساس أنه المنتخب المغربي يجب أن يتنقل في كل خرجاته عن طريق الناقل الرسمي والرام، وبالتالي منح لنفسه عذرا غير صحيح على أنه تعذر عليه القدوم إلى الجزائر، ونعرف شنو تداعيات ذلك. يعني المغرب معرض ربما لعقوبة. أعتقد أن الكاف في تلك الفترة خاصة عن طريق رئيسها موتسيبي شعر بحرج كبير، خاصة أنه المغرب حاب يعني يقطع الشك باليقين أو يتلاعب ويختبئ وراء حجج وهي ويقول عندما قال انه بدون لارام احنا ما نجوش للجزائر. يعني تعدى الجانب الرياضي، وهنا لاكاف شعرت بحرج، واعتقد انه حبت تصيب حل وسط والمغرب رفض. ثم جاء البيان تاع الجامعه المغربيه الملكيه انه يحتجوا على ما قيل على انه يعني حفل افتتاح الشان فيه جانب سياسي. شفنا حفيد مانديلا وهو مدعو يعني من المدعوين الكبار اللي يعني يمثل يعني جده هو رمز المقاومه في افريقيا. تكلم على استقلال الصحراء الغربيه وفلسطين، وهذا اكيد يمثل الضيوف. يعني الجزائر ما داستش على لوائح الكاف، وبالتالي ارادوا اعطاء بعد سياسي للقضيه. واعتقد انه الكاف مع تسلسل الاحداث اقتنعت بان المغرب لم تكن لديه نيه في القدوم، ولكن كان يريد يعني تسييس الشان ويعني والخروج يعني يحط لاكاف تحت ضغط شديد. وبالتالي علاش درت هذا العرض اليوم؟ والسؤال ربما كان غير ذلك، لانه قبل الشان كان هناك حديث عن البلد الذي سيخلف غينيا الاحتضان كان 2025. كانت هناك مؤشرات، نقول لا نقولش مؤشرات، نقول على الاقل اخبار تقول بانه الكفه ستميل لصالح المغرب، لان المغرب عضو في المكتب التنفيذي، لانه لعبه الكواليس، لانه دايرين اللوبينغ، لاننا نحن غائبون على مصدر صناعه القرار على مستوى الكاف، وهذه حقائق ثابته. كانت مؤشرات تقول بانه المغرب لكوليس راح يدوا تنظيم كان 2025، رغم ان الماده 23 من لي ريغلمون دابليكاسيون دي ستاتيو ما تعطيهمش هذا الحق، لانه اللي خدا فرصه التنظيم تروح له الاولويه. بعد يعني خروج الجزائر اقول منتصره من هذا المأزق اللي حاب المغرب تحطوا فيها، اعتقد انه الكاف تغيرت المعطيات. ما دام الكاف اليوم نحات يعني غيرت موعد اعلان البلد الذي سيحتضن كان 2025، نحتها يعني من لو 10 فبراير، يعني نحتها من المغرب، لانه ضربه موجعه. ده مؤشر كبير، يعني مؤشر في صالح الجزائر. واضح. كان من المفروض، وهذا خطأ من طرف الكاف، عرس افريقي ما تعلنش على بلد يحتضن عرس افريقي في عرس تاع الفيفا، عرس عالمي اللي من لو بروميي لو 11 كاين لا كوب دي موند دي كلوب، كي تدخل لو 10 صافي دي سيستيماتيكمون بلي احتضنوا في المغرب. لو فات ربحنا هذه المعركه، هما جاوا يحسبوا يعني خسروا في لافير، خرجنا بمكاسب ومكاسب كبيره، ابرزها على الاقل انه الكاف اضطرت الى يعني اختيار تاريخ جديد يعني في بلد اخر اللي هو بلد مصر مقر الكاف،
لتفادي كل التأويلات. وبالتالي يوم ربما 15 اعتقد يوم 15 مش 10 في المنتصف في شهر فبراير يعتبر مكسب لنا. وبالتالي اعتقد انه الكاف ما حبش يكون في حرج امام البلدان المترشحه، ما تعلنش على من يستضيف كان 2025 في بلد هو اصلا مترشح. واضح.